هنا الحاجه اللي اليوم خاصو الركراكي يتقن بها، راه الا ما كانش معاك ستاف تكنيك اللي تخدم انت وياه وتهضر انت وياه وتخطط انت وياه، راه ما دير والو. في سيمانه يعني بجمعهم ومشى. هنا انا نقول له برافو سكيتي وصفقت له. مش انتم موافقين على هذا الكلام؟ الهدف اللي يعدي من بين الرجلين يحتسب ب2. خلي بالك، اول حاجه برافو طارق سكيتيوي، برافو 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 برافو، والف مبروك على المنتخب المغربي الانتصار. علاش انا قلت له برافو؟ لانه تخيلوا نتوما في 48 ساعه ولا 24 ساعه تجيب ايكيب جديده وتمشي تلعب لا كوب دافريك، ومين تجمعهم تقريبا من الرجاء والجيش وبركان. هنا باش تعرف مدرب محنك. علاش؟ لانه بركان مازال ما بداوش في الطرابوس، ما يقدرش يغامر بهم وحده. باش دير تشكيله ودير خليط وفي هذه المقابله وانت في 24 ساعه ولا 48 ساعه وتمشي تشارك، صعيبه ماشي سهله. ما دارش واحد 10 ديال الطرابوسات. برافو لي ستاف تكنيك. ثاني حاجه، واحد الحاجه اللي خصكم تشوفوها واش لاحظتوها في المقابله، ستاف تكنيك حجي كل مره كان يتشاور هو الركري، هو وسكيتيوي. من اللي بدات المقابله هو وسكيتيوي مشاورات مشاورات مشاورات. هنا باش تعطيك واحد الحاجه، سكيتيوي عاطي الاهميه للمساعدين ديالو، خدام مع المساعدين ديالو، مع حجي، مع يعني حجي عنده دور فعال في هذا الانتصار وهذه التشكيله وخدامين مع بعض. هنا الحاجه اللي اليوم خاصو الركراكي يتقن بها، راه الا ما كانش معاك ستاف تكنيك اللي تخدم انت وياه وتهضر انت وياه وتخطط انت وياه، راه ما دير والو. هذه الحقيقه. الركراكي مدرب، ولكن خاصو واحد اللي يكون بحال هكذا. حجي قبيله في المقابله، راه حجي راه المقابله كامله وتقريبا هو وسكيتيوي يهضر. اليوم ربحوا بارتياح 2-0، واخا قلنا لعابه ما محضرينش ما موجدينش ما دايرينش طربوسات بزاف مع سكيتيوي. بداو في واحد يعني تقريبا ما عندهمش حتى سيمانه يعني بجمعهم ومشى. هنا انا نقول له برافو سكيتيوي وصفقت له باش الطريقه باش جرى المقابله. ثاني حاجه الطريقه هذا السياسه الصعيبه اللي عرف ينتصر ويخرج من المقابله ولا منتصر. مازال كاين شويه ديال الخلالات، نتمنوا له ان شاء الله التوفيق لطارق سكيتيوي. نعرفوا انا مدرب محنك، نعرفوا كان في اولمبياد باري، در اي نادي كان يمشي له يحط البصمه ديالو. اليوم في المنتخب المحلي غادي يعطي البصمه ديالو، راه عطاها اليوم. يعني باش تجري هاد لا سيتياسيون وتدافع وتلعب الهجومات المضاده بهذيك الطريقه، وكان قادر يخرج بكره حبه حبه ويعرف يجاريها، وراه كان يزكي اللعابه. نتمناو ان شاء الله التوفيق في المقابلات الجايه والتاهل. وراه حامل المنتخب المغربي عنده 2 ديال الالقاب، راه هو الاول، قادر يدي هذه الثالثه. لانه عنده فرقه صحيحه، ما نكذبوش على راسنا. المغاربه عظمه على عظمه في بطوله افريقيا للمحليين. في الافتتاح بسم الله ما شاء الله ضربوا الانجوليين بال2 وافتح لي القوس وقول 3. خلي بالك المغرب في هذا اللقاء اليوم فاز بال3 مقابل لا شيء، واوعى ابدا تقول لي 2، لان الهدف الاولاني راح انفراد اللاعب المغربي دخل عليه فتوح حارس منتخب انجولا للمحليين. تنو اللاعب المغربي يا اخوانا بالدقه والبراعه المطلوبه واللازمه مع الدهوله من بين رجليه، مع الديله الهدف من بين رجليه، لزق على طول في الزخنيبه اللي في النص بتاعت المرمى، عدى الهدف يا اخوانا لفتوح من بين رجليه. يعني اللاعب ده خلي بالك لاعب صاحب مزاج. ليه بقى صاحب مزاج؟ لانه داخل منفرد باريحيه وقدامه المرمى مفتوح على مصراعيه. كان ممكن يحط في الزخنيبه اليمين بتاعه المرمى او يرشق في الشمال، وكان معاه برضه كل الاتجاهات، يا زخنيبه شمال فوق يا زخنيبه شمال تحت، يا يمين فوق يا يمين تحت بتاعه المرمى. تخيل يسيب كل ده ويعدهوله من الحته الضيقه، اضيق حته، يعدي الهدف في قلب المرمى. هدف بصراحه تحب ان انت تتفرج عليه ولا تمل من اعادته او حتى مشاهدته. واحنا قلنا قبل كده اللي كان معانا على قناتنا المصونه دي على اليوتيوب كوره كاش، الهدف اللي يعدي من بين الرجلين يحتسب ب2. اذا انا معايا حق ولا لا؟
لما اقول ان المغرب النهارده فاز بال3، واوعى ابدا تقول لي 2، ونشدنا الفيفا انه يقر هذا التعديل وهذا القرار. متفقين؟ انا معايا حق بقى في اللي انا بقوله ده ولا لا؟ انا عايز رد في التعليقات رجاء. مش انتم موافقين على هذا الكلام؟ الهدف اللي يعدي من بين الرجلين يحتسب ب2. خلي بالك اهي زاويه شمال مفتوحه واسعه وزاويه يمين مفتوحه واسعه في المرمى، والحارس داخل على اللاعب المغربي، يسيب الوسعه دي كلها ويعدي من اضيق زاويه من بين رجلين الحارس يحط الهدف. لذلك اقول لك واد صاحب مزاج، لان الاشقاء ولازم نقولها المغاربه عندهم مزيكا في احراز الاهداف. اما